أهلا، ده أول جزء من تعلم ال AI ودي سابع ابيسود من تعلم البايثون. نيجي لتالت حاجة وهي الست هي برضو نفس الفكرة، طريقة ان انا اخزن بيها الداتا، بس عندها بعض طبعا من الاختلافات اللي موجودة في التانية. اول حاجة خلينا نشوف شكلها عامل ازاي. انا علشان اقدر ان انا اكتب ست، فنفترض ان احنا هنسميها عبارة عن numbers. النمبرز بالنسبة لي لازم اعمل ده شكل الاقواس بتاعتها بالطريقة ديت. فهكتب مثلا ارقام، نكتب ارقام، معندهاش مشكلة. تعالي نشوف انتي بقيتي ايه. هي فعلا بالنسبة لي اتعملت. طيب انا لو عايزة اشوف التايب بتاعها، فالتايب بتاع النمبر هيكون عامل ازاي؟ فهو هيقول لي ان هو ست. حلو، جميل. هل هي ممكن تقبل بالنسبة لي string integer او اي حاجة منهم float؟ ما عندهاش مشكلة. ممكن نعمل بالنسبة لنا اي string، فهتفضل برضو ست عادي. طيب انا ممكن بالنسبه لي مثلا ان انا لو عايز اعمل ست تكون فاضيه، بحيث ان دوت حاجه تكون اقدر ان انا اضيف عليها variables معينه. هل ده ممكن اعمل مثلا بالنسبه لي x ست بالطريقه دي، فساعتها الاكس بالنسبه لي بقت جواها ست فاضيه. لو جيت شفت التايب بتاع الاكس، هتبقى بالنسبة لي التايب بتاعها فعلا ان هو ست، بس ديت معناها ست فاضية عشان بعد شوية هنبقى محتاجينها. طيب نيجي للصفات اللي موجودة عندها. هل هي ينفع ان انا ordered اقدر اشوف ان الحاجة؟ لا، هي مش ordered، هي unordered. يعني ايه؟ يعني معناها ان انا لو عندي النمبر اللي موجود دوت، هل ينفع اقول له هات اول قيمة، هات تاني قيمة، هات تالت قيمة؟ لا، هي ما عندهاش حاجة زي كده. هي بتقول لي انا الاندكس اللي موجود عندي هم الارقام اللي موجودة بالنسبة لي دي. طيب هل هي ينفع يكون فيها أرقام متكررة؟ زي ما خلينا في الليست عادي يكون في أرقام مكررة، أو في التيبل يكون في أرقام مكررة. زي كده مثلا أنا لو عملت النمبر بتاعي وقلت إن أنا عايزة أرقام تكون فيها متكررة مثلا أهو، وقلت له هات النمبر بتاعي عامل ازاي، هيجيب لي كل الارقام اللي ما اتكررتش. قررت مره، قررت مرتين، هو هيجيب لي الارقام اللي ما اتكررتش. طيب هل بترتب؟ يعني انا لو رحت عملت ان هو بالنسبه لي مثلا خلينا نحط ان هو هي الارقام بتاعتي مثلا ارقام كبيره، وفي الاخر مثلا نحط 100 هنا اهوت، في رقم هنا، هتكون ان هي بترتبها من ارقام من الاولاني لحد الاخر. ونفس الفكره في السترنج، هترتبهم ترتيب ابجدي عادي من الحروف بالنسبه له اي بي سي لحد الاخر. طيب هل هي ينفع ان انا اعدل او اضيف عليها حاجه؟ ما عندهاش مشكله. يعني هي بالنسبه لي ميوتابل عادي. ان انا مثلا بالنسبه لي ينفع احط مثلا، خلينا في لستة او خليها في نفس الليسته بتاعتي، لو النمبر بتاعي اللي موجود دوت ينفع أقاد عليه variable، يبقى الليستة بالنسبة لي علشان أقاد عليها variable لازم أعمل append. أما للست بالنسبة لي عشان أقاد عليها variable لازم بالنسبة لي إن هو الفانكشن بتاعتها اسمها add. فلو جينا للنمبر بتاعتي هو فعلا عمل له 4. خلينا نحط رقم مش موجود عشان تبان، فحط فعلا رقم بالنسبة له كبير. طيب لو جيت وقلت له مثلا هل أنا ممكن أحط جواها ليست وأحط جواها مثلا ست؟ بمعنى أنا دلوقتي لو عندي بالنسبة لي نمبر أهي، وقلت له أنا عايزة أحط جواها لستة، أو عايزة أحط جواها إن هو مجموعة من الفاريبل تكون لست عادي، وهحط ان هو القيم بتاعتي مفيهاش ادنى مشاكل، هيجي يقول لي ان انا دلوقتي ديت ليست جوه الست، ودي حاجه متنفعش ومش منطقيه. طيب لو انا بالنسبه لي عايز ان انا ابديت فاريبل معين، هابديت فاريبل معين يعني معناها ان انا هابديت الليسته اللي موجوده عندي ديت، او هابديت اسفه الست اللي موجوده عندي ديت. يعني لو قلت له عند النمبر اللي موجود عندك اعمل لي ابديت عليها، تعملي ابديت عليها بايه؟ بمجموعه من الارقام. خلينا هنضيف مجموعه من
أرقام. فلو جيت عملت نمبر كده هوت، هيكون ساعتها فعلا عمل لي الأرقام ديت، كأنه عمل لي اد، فهو عمل لي ابديت للقيم اللي موجودة عندك، كأنك بتعمل اد برضو، بس اد على أرقام كتيرة مرة واحدة. لو كنت عايز مثلا أمسح حاجة فيها، أنا عايزة أمسح الخمسات الكتيرة ديت، ممكن أمسحها ازاي؟ عادي بنادي على النمبر وبقول له إن أنا عايزة أعمل ريموف. هعمل ريموف عادي جدا. هتعمل ريموف لإيه؟ أنا هعمل ريموف بالنسبة لي أهي مثلا. فلو جيت ناديت على النمبر هو فعلا شاله. لو أنا بالنسبة لي مثلا مفيش الرقم دوت، لو احنا عملناه الرقم دوت غلط، هيعمل لي ساعتها ايرور، هو مش شايف هو ايه. بس لو انا بالنسبه لي عملت سكورد بتاعتي، يعني لو انا جيت وقلت له فانكشن كده هوت بالنسبه له علشان احذف مثلا الارقام ديت، مش هيعمل لي ايرور، بس مش هيحذفها، ما هو ما لقاش اصلا القيمه ديت. فعشان لو مش عايز، انا همسح رقم ومش عارف هو فعلا موجود ولا مش موجود، فانا همسحه بس من غير بس ما يطلع لي شكل الايرور ده، بس يعني مش اكتر. طب لو عايز احذف رقم ويكون الرقم دوت عشوائي، هعمل نمبر مثلا وهعمل بوب. بوب هنا هو تمسح لي اي رقم عشوائي بالنسبه لها، فهيبقى النمبر هو تشلي ساعتها الرقم بتاع واحد. طيب لو عايز اعمل كوبي بالنسبه لي للحاجه اللي موجوده عندي، نفس الفكره بتاعه اي كوبي عادي، وهقول له ان انا دلوقتي عايز مثلا من النمبر بتاعتك اعمل لي، اجي واشوفها هل انت عملتها فعلا. هو خدها بقى تو سيت بالنسبه لي دلوقتي بقوا موجودين فيها. طيب في كام ماثماتكس كده هو المفروض ان احنا نكون عارفينهم على السيت بتاعتي. اول حاجه ان انا ازاي اعمل يونيون، ازاي اتحد او اعمل اتحاد ما بين تو سيت من اللي موجودين. مثلا احنا عندنا ست A هنسميها، وديت موجود فيها 1 2 3 4، وست B بالنسبة لي موجودة فيها نفس الفكرة، خلينا نقول 4 5 6 7. ازاي اعمل يونيون ما بين الاتنين دول؟ هقول ان انا عايز اخلي اعمل اتحاد في ال A مع ال B. انا بالنسبة لي اتحاد ديت سوري ION يونيون اوكي مع البي، فالاي ضمت البي معاها. يعني دلوقتي لما هاجي اشوف الاي كلها، هاجي اشوفها هلاقي موجودة دلوقتي الاي كل الحاجات اللي موجودة جواها. حلو. وجيت شفت البي لقيت ان هي موجودة، جيت شفت البي لقيت ان هي ضمه الحاجات اللي هي موجودة جواها. لما هيجي اعمل اتحاد ما بين الاتنين هيضم لي كل اللي موجودين هنا. هو طبعا مع العلم ان احنا عادي ينفع ان اسميها مثلا هنا سي، فبقت دلوقتي سي مثلا، او خليها زي ما هنا ايه، وبقت دلوقتي سي ضمه كل الحاجات اللي موجودة جواها. طيب لو جيت وعايز اعمل intersections، يبقى بالنسبة لي التقاطع اللي موجود ما بين ال A وما بين ال B. يعني لو هاجي اشوف هنا هوت، فانا عايز اعمل تقاطع مثلا اللي ما بين الاتنين عشان التقاطع اللي ما بين الاتنين دي هي اكس كابيتال، فالتقاطع اللي ما بين الاتنين هو فعلا هيكون 4. ده بالنسبة لي هو فعلا 4 التقاطع اللي موجود ما بين الاتنين. طيب لو انا جيت وقلت له انا عايز اعرف الفرق اللي موجود ما بين الاتنين، نفس الفكرة هسميها مثلا ان هو الفرق اي حاجة، خليها اي، والفرق اللي موجود بينهم يعني different هيكون 1 و2 3. الفرق اللي موجود في A ومش موجود في B، والعكس لو انا جيت قلت ان هو ال A وديت ال B، المفروض الفرق اللي موجود في B ومش موجود في A بالنسبة له. وكمان في استخدامات حقيقية فعلا في السيت كاب بروجكت، ان احنا نقدر نقارن ما بين قائمتين، نقدر نقارن ما بين تو داتا سيت موجودين عندي، ما يبقاش في داتا متكررة
في الdata بدل ما يكون فيها مثلًا ID لبني آدم متكرر أكتر من مرة، لأ، هو الID بتاعه دوّة يفضل زي ما هو. أعرف ساعتها طبعًا الحاجات المشتركة اللي ما بين مجموعة ومجموعة، دول الصفات بتاعتهم إيه ودول الصفات بتاعتهم إيه. فإن أنا ينفع أعمل مثلًا في البحث بتاعي يكون أدق، علشان أنا باشوف الحاجة بشكل واضح إيه فعلًا اللي موجود عندي، مش مجرد أرقام كتيرة ومتكررة وخلاص.